انت اللي بتحضر الفيديو في 5 ثواني بس عاوزك تحكي لي يوم تخريجك حتعمل شنو؟ هل حتشتروا فنايل موحد وتكتب فوق خريج يا دوب، ولا تقعدوا تتراششوا بالالوان، ولا تجيبوا دي جي وتعملوا اعظم حفلة فيك يا سودان؟ بسرعة اكتب لي تحت في التعليقات انت حتعمل شنو. لكن دقيقة قبل ما تقرر انه تخريجك حيكون كيف، عاوزك تسمع مني القصة دي. احتمال تغير رايك في الموضوع ده. انا الليله جاي احكي لكم قصه خريجين في جامعه السودان، تحديدا الدفعه 31 كهرباء. ديل هم الدفعه اللي تخريجهم متاخر له 2 سنين. كاي خريجين ما كانوا مصدقين انهم خلاص اتخرجوا، بس اللي عملوه في تخريجهم حقيقه كان بالنسبه لي صدمه، واظن انه حيغير من كل التخاريج في السودان، ما في السودان بس، كل التخاريج في العالم كله. في قرية في شمال كردفان اسمها قرية أولاد تمساح، كان سكان القرية دي بيعانوا معاناة شديدة مع أبسط حق من حقوقهم. كانوا بيعانوا من إنهم يلقوا موية، فقرروا شباب الدفعة 31 كهرباء يضحوا بحفلة تخرجهم ويشيدوا لأهل القرية بير بتشتغل بالطاقة الشمسية. لقوا إن تشييد البير بيكلف 750 ألف جنيه، فبدوا يلموا التبرعات وتفاجئوا بمساعدة الأساتذة والطلبة وكثير من الجهات لهم. اختاروا مجموعة منهم يمشوا يركبوا وحدة الطاقة الشمسية، وبمساعدة أهل القرية في العمل قدروا بحمد الله إنهم يوفروا موية لأكثر من 2000 نسمة. فشكرا شديد للدفعة 31 كهرباء انهم وروني تخريجي حيكون كيف، وشكرا كمان للمصور نقد على اساس انه وثق الحاجات الجميلة دي. في وضع اقتصادي صعب زي ده محتاجين اننا نكون مبادرين، محتاجين انه نعمل المبادرات الجميلة دي اللي حتساعد غيرنا كتير. وصدقني في بلد مليان والرجال حتلقى اللي حيقفوا معك. انا مازن الفحل واشوفكم الفيديو الجاي.